في اخر حلقه قبل التوقف الدولي، حلقه استخبارات الفانتزي، النهارده عندنا حلقه دسمه جدا وفيها شويه حاجات لذيذه كده، وفيها واحد من الناس المهمين جدا جدا اللي هي الفرقه اللي بتعمل توقعات الكمبيوتر، وبتعمل الفرقه اللي هي الاسبوعيه اللي بيبقى الاقتراحات كده مين اللي هيبقى اللعيبه اللي هتكسر الدنيا في الاسبوع. تابعوا الحلقه دي كويس جدا لان هو اخر واحد في الحلقه، ويا رب ان شاء الله تعجبكم زي كله. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ وحلقه جديده النهارده، حلقه استخبارات الفانتزي، اخر حلقه كده قبل التوقف الدولي. وطبعا التوقف الدولي ده بالنسبه لنا يعني كده تقعد 10 ايام من غير دوري انجليزي، من غير فانتزي، من غير ما نقعد نتابع ونشوف الديدلاين، يعني بتبقى ايام صعبه شويه، لكن مهم جدا ان احنا ننزل حلقه على طول كده بعد ما الجوله تخلص علشان نستمتع كده بالفانتزي ونشوف كده كل المشاهير والنجوم عملوا ايه. وبالذات ان النهارده عايزين طبعا نحلل فريق ابو تريكه كده ونشوف بالظبط ابو تريكه من ساعه ما بدانا كده ولحد الجوله 28 اخباره ايه. فان شاء الله الحلقه دي هيكون فيها كتير جدا من المفاجآت، وان شاء الله طبعا جايب لكم برده فرقتي هتكون اخر فرقه في الحلقه، والحمد لله الجوله كانت برده الى حد كبير كويسه. يا رب تعجبكم الحلقه زي كل مره ونستمتع دايما بالفانتزي مع بعض. طبعا طالما بنتكلم على استخبارات الفانتزي، باول واحد معانا اللي دايما طبعا بيجي طلبات كتير جدا عليه واخباره ايه وعمل ايه في الجوله، هو محمد ابو تريكه، اللي جاب زي ما حضراتكم شايفين كده 53 نقطه، 53 نقطه بماينس 4. وعاجبني قوي ابو تريكه بصراحه ان هو دخل ب 10 لاعبين بس، ما كانش عنده مشكله ان هو يخش ب 10 لاعبين، رغم يعني ان طبعا يعني ناس كتير قوي بتقول لك لا ده انا اعمل ماينس لحد ماينس 12، وهنشوف ناس كده حبايبنا يعني عملوا ماينس 12 وعملوا حاجات غريبه، خلينا ان شاء الله بس نبقى نجيلهم. فابو تريكه طبعا جايب 53 نقطه بماينس 4 وعنده 10 لاعبين بس. ماكاليستر طبعا ما كانش بيلعب في الجوله دي، كان بلانك، لكن طبعا فرق جدا مع ابو تريكه. لو كان كابتن ساكا مكان هاري كين كانت فرق جدا جدا معاه في الجوله دي، لكن في كل الاحوال الصراحه بالنسبه لي الجوله ممتازه. يعني هو طبعا هنشوف تغييراته، لكن جاء تشيلويل، عنده طبعا ارون هيكي المدافع بتاع نادي برانفورد برده جاب 4 نقاط من الناس القليله اللي عندها اللعيب ده، وعنده تريبير، عنده كاش طبعا من دفاع استون فيلا، وزي ما انتم شايفين ماديسون. خلينا طب نشوف تغييرات ابو تريكه في الجوله. هو كان جاب ساكا مكان محمد صلاح، وجاب تشيلويل مكان لوك شو. يعني تشيلويل طبعا خدع كل الناس كده، كان اكتر لعيب كده لعيبه الفانتزي اشتريته، لكن للاسف طبعا ما عملش حاجه وجاب نقطه واحده. المهم ابو تريكه طبعا ترتيبه بسبب ان هو يعني ماشي بخطى ثابته كده الفتره اللي فاتت، دايما معدي الافريج، ترتيبه زي ما انتم شايفين ارتفع بقى ل 2 مليون 68 الف على العالم. الصراحه احسن ترتيب لابو تريكه السنه دي. خلينا برده كده نشوف ابو تريكه وعامل ايه ابو تريكه السنه دي. ابو تريكه زي ما انتم شايفين كده ما عملش غير الوايلد كارد وتريبل كابتن، يعني لسه عنده البنش بوست، لسه عنده طبعا فري هيت. فيعني انا بالنسبه لي ترتيب ابو تريكه كويس جدا، وشايف ان هو يعني ماشي بتصاعد ممتاز جدا. ايه المشكله بقى وليه ابو تريكه اصلا في المركز ده؟ خلينا كده نبص بقى، ومحدش هيجيب لكم يا جماعه الكلام ده غير يعني انا اللي بجيب لكم والله كل التفاصيل دي. المهم خلينا كده نشوف ابو تريكه بدا الاسبوع الاولاني بترتيب ال7 مليون، كان جايب 39 نقطه في الجوله الاولى، وهو ده اللي خلى ابو تريكه يعني في ال2 مليون دلوقتي. صدقوني ابو تريكه الفتره اللي فاتت ماشي كويس جدا جدا، وانا يعني مبسوط جدا ان هو اولا قلل الماينسز، ثانيا مركز جدا في اللعيبه، يعني معظم اختياراته دايما في بالذات في التبديلات حتى بتبقى ممتازه جدا. فزي ما انتم شايفين هو بدا ب7 مليون، وبعد كده بقى بصوا من الجوله الكام، من الجوله ال18 وهو كل مره في تصاعد. اخر مره كان في اسهم حمراء كان في الجوله ال18 زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى من ال18 لحد ال28 10 جولات ما فيش فيهم يعني كل مره اسهم خضراء، كل مره في تقدم، حتى لو التقدم مش كبير قوي لكن كل مره في تقدم. فانا بالنسبه لي بصراحه يعني ابو تريكه لو كمل على كده، وبالذات مع بدايه الموسم لو بدا على كده، باذن الله كده نشوف ترتيب اعلى لابو تريكه في الفتره الجايه. وبما ان طبعا بحلل فريق ابو تريكه، خلينا نشوف كده في الجوله دي مين اللعيبه اللي اثرت على ابو تريكه جدا. اول واحد واكتر واحد واخطر واحد كان عليه طبعا زي ما انتم شايفين كده كان مارتينيلي اللي خلاه نزل يعني كام 48 الف مركز، 48 الف مركز، يعني نزول رهيب جدا. اوديجارد بعديه 12 الف مركز، وعندك طبعا واتكنز برضو 17 الف مركز، وعنده بن وايت برضو 10,000 مركز. يعني دي اللعيبه كده اللي اثرت جدا على ابو تريكه. وابو تريكه يعني انا شايف ان هو مش بعيد قوي برضو عن يعني الوصول لرانكس اعلى من كده، اللي هي في لايف توتالز نيدد فور رانكس. بصوا حضراتكم عشان يبقى في المركز اللي هو اول 500,000 هو عايز 114 نقطه. صدقني يا ابو تريكه يجي لك يعني ممكن فعلا بالفري هيت ان شاء الله في مثلا الجوله الجايه. يعني انا بفكر جدا اعمل الفري هيت في الجوله الجايه، او في يعني جولات لسه، والبنش بوست يعني ان شاء الله ممكن فعلا تعوض الكلام ده وتخش كده في اول 200,000 واول 100,000 ان شاء الله. وليه لا يعني كمان تضرب معاك كابتنه ولا حاجه وان شاء الله تعدي
باذن الله. ده كده كان تحليل سريع لفريق ابو تريكه، ويا رب يا ابو تريكه تعجبك، انا ببعت له طبعا الحلقات بشكل مستمر. المهم طبعا هو في دوري فريق بين سبورتس برضو محافظ على مركزه في المركز السابع زي ما انتم شايفين كده، رصيده من النقاط 1620 نقطه. عاجبني جدا زي ما قلت لكم كده ان الثبات بتاع ابو تريكه ان هو دايما في تصاعد. بس انا بنصحك ان انت ممكن تفكر في فري هيت لان فعلا هتفرق معاك جدا لو عملتها مظبوط ان شاء الله الجوله الجايه. ناخد بقى على طول واحد تاني من حبايبنا برضو وهو محمد سعدون الكواري اللي في المركز الثاني زي ما انتم شايفين كده. الليج امامكم فورزا ميلان طبعا سالم الهملي في المركز الاول 67 نقطه، وبعد كده محمد سعدون الكواري 70 نقطه. وهناخد برضو واحد تاني كمان من الفرقه، لكن خلينا نبدا بمحمد سعدون الكواري اللي جايب زي ما انتم شايفين 70 نقطه بدون ماينسز، ما شاء الله حاجه جميله جدا. طبعا كابتنة ساكا، كابتنة ساكا هي اللي كانت فارقه جدا الجوله دي. اي حد كابتن ساكا يبقى اكيد كده عدى وعمل شغل حلو جدا. لكن محمد سعدون الكواري بصراحه افكاره دايما حلو. هو كان عامل دبل اب من دفاع فريق نادي وولفرهامبتون، اتنين عنده سا وعنده سميدو وعنده كولمان وعنده كودي، الاثنين طبعا من دفاع ايفرتون، رباعي كده. لكن للاسف طبعا الاربعه دول ما عملوش اي حاجه، جابوا صفر وماينس 1 و1 وزيرو، يعني كلهم الحقيقه ما ادوش. لكن بصوا بقى خط النص عنده اثنين مش عند حد خالص، عنده يانسن اللاعب نادي برانفورد وعنده وورد براوس طبعا برضو الاثنين جابوا له 10 و10، وكمان في المقدمه عنده جواو فيليكس. يعني الصراحه بالنسبه لي اختيارات ممتازه جدا. طب خلينا نشوف كده التغيير اللي كان عمله في الجوله. كان جاب تريبير مكان الكسندر ارنولد، للاسف برضو التغيير ده ما عملش مردود. لو كان جاب مينجز مثلا ولا جاب حد من دفاع فريق نادي مثلا استون فيلا ولا حاجه كان فارق جدا. زي ما انتم شايفين كده ترتيبه ال 203,000 على العالم. محمد سعدون الكواري برضو متميز وعجبني جدا، ويا رب ان شاء الله دايما كده يا كابتن محمد تكمل معاك على خير. لو رجعنا بقى للليج هنلاقي طبعا كابتن حسام الدمسيسي في المركز ال11 برضو جايب 67 نقطه. خلينا كده نشوف ال 67 نقطه كابتن حسام. كابتن حسام جايب 67 نقطه لكن بماينس 12. ليه كده يا كابتن حسام؟ طبعا الكابتن حسام الدمسيسي يعني صديقي واللي بيتابعنا بشكل مستمر، يا رب يعني دايما تكون الحلقات بتعجبك. انا مش قصدي والله اكون يعني ايه، بس ماينس 12 ليه يا كابتن حسام؟ برضو يعني كتير قوي بصراحه ماينس 12. يعني انا من الخبره كده ماينس 12 اكيد في يعني تغييره او تغييرتين ما عملوش حاجه. خلينا طب نشوف التغييرات الاول. هو جاب هاري كين، وهاري كين طبعا جاب له هدف، واتكنز برضو جاب له الاسيست، بونديا والميرون او شفتوا لازم فيها واحد ما عملش حاجه. طبعا الميرون اتصاب في اخر ثانيه، طبعا كان حظ وحش قوي بصراحه لان ناس كتير قوي جابت الميرون وفي الاخر ما عملش حاجه. لكن خلينا نشوف فرقته. طبعا هو انتوا عارفين طبعا استون فيلا فجاب بونديا جاب له الهدف، ويعني فعلا اختيار ممتاز. عنده ساكا وعنده وورد براوس وعنده طبعا اليكس مورينو. زي ما انتم شايفين واتكنز هو الكابتن. هو طبعا شكله عمل ماينس 12 لان طبعا صليبه هو كان عامل حسابه انه هيلعب وما لعبش، فما حبش يخش كده يعني وهو عارف ان هو كده عنده لعيب ناقص، فيمكن هو ده السبب. لكن في كل الاحوال الكابتن حسام طبعا ارتفاع برضه في رصيده وبقى ترتيبه 3 مليون و18 الف على العالم. شايف الكابتن حسام طالما استون فيلا تالق يبقى اكيد هو هيكون متالق واكيد هيعمل شغل حلو، ويا رب كده استون فيلا ياخد الدوري عشان خاطر الكابتن حسام الدمسيسي. طبعا لازم طالما بنتكلم على دوري فريق بين سبورتس يبقى لازم نتكلم على الاستاذ سالم الهملي المتالق طبعا، واللي عمل المره دي يا جماعه فري هيت ب 67 نقطه. تالق كبير برضو جدا من سالم الهملي في الجوله. جاب مارتينيز وجايب يعني جيمس، عمل دبل اب من دفاع تشيلسي، جايب اثنين جيمس وتشيلويل، الاثنين ما عملوش حاجه طبعا في الجوله دي. لكن شوفوا بقى الكابتنه ويعني الفكر بتاع الكابتنه. هو كابتن مارتينيلي يعني خرج بره كل الناس. طبعا لو كان كابتن ساكا كانت فرقت جدا معاه. عنده طبعا هافرتز في المقدمه، ماديسون، يعني معظم اللعيبه زي ما انتم شايفين عملوا شغل كويس. وطبعا عنده الميرون كان برضو على الدكه، وطبعا الميرون ما لعبش زي ما انتم شفتوا، وزينشينكو طبعا ما جابش كلين شيت. لكن طبعا سالم الهملي ما شاء الله متالق وفي حته ثانيه، ومركزه ال 11253 على العالم. ترتيب متالق جدا جدا من الاستاذ سالم الهملي. وفري هيت يمكن في ميعادها برضو لان كان فرقته فعلا فيها مشاكل كتير، فعشان كده اضطر ان هو يعمل فري هيت. ان شاء الله دايما الاستاذ سالم دايما واكيد هنتابعه، ودايما بكون سعيد جدا ان هو بيتابع الحلقات وكمان بيعمل لنا كومنتس وبيعمل لنا لايكس. فبشكر طبعا الاستاذ سالم الهملي جدا على كل الدعم. يلا بينا بقى نخش في مين؟ في فانتساوي يا جماعه. علي ايمن اللي انا قلت لكم على طول، علي خلاص يعني ركب كده ما شاء الله الصاروخ ومؤدي كده اداء عالي جدا جدا. وزي ما انتم شايفين علي جايب ايه؟ جايب 72 نقطه بدون ترانسفيرز. انتوا متخيلين يا جماعه بدون اي ترانسفيرز، وداخل برده ب 10 لاعبين. عشان كده كنت بقول لكم يا جماعه لو حد كابتن لعيب كويس وهو داخل ب 10 لاعبين عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، بالعكس ده انت ممكن تعلى لو عملت ماينسز وما عملتش شغل. يعني جبت الميرون مثلا زي ناس كتير اعرفهم هتبقى مشكله كبيره. لكن الحقيقه علي متالق جدا بالكابتنه. طبعا هو كابتن ساكا ويمكن قاعد يقول
يعني والدته طبعا هو كل مره كده للمره الثانيه على التوالي بتقول له كده مين يكابتن مين، يا ربنا يبارك لك فيها يا علي. طبعا هي قالت له على ساكا، فهو كابتن ساكا، وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عنده مينجز، فطبعا فرقت جدا معاه مينجز. كان عنده دبل اب برده من دفاع فريق تشيلسي، كيبا وتشيلول، لكن تشيلول ما عملش حاجه. وزي ما انتم شايفين كده تألق كبير جدا لعلي، واصبح دلوقتي ترتيبه كام يا جماعه؟ ال 162,000 على العالم. فاكرين علي ده من قريب على فكره مش من زمان، كان المليون 800 والمليون 900، ويعني في مركز متاخر جدا. لكن علي زي ما قلت لكم كده هيفضل ان شاء الله في التصاعد ده لحد ما هتلاقوه كده في العشر الاوائل، وانا متاكد من الكلام ده، لان بصراحه علي عينه حلوه جدا في الفانتزي. انا قلت لكم المره دي حلقتنا يا جماعه دسمه وفيها ناس كتير جدا. واحد من الناس اللي انا بحب برده جدا اشوف فرقتهم هو عمر ديولا، عمر راشد، والقناه الجميله طبعا جدا بتاعته هو محمد راشد، يعني من القنوات اللي انا بستمتع جدا بيها. 53 نقطه بماينس 4 زي ما انتم شايفين كده. عنده وورد براوس، عنده ساكا، وكابتن التوني. هي المشكله طبعا كانت في كابتن التوني، وعنده يعني واتكنز وهاري كين وساكا، لكن هو للاسف طبعا اختار توني. خلينا طيب نشوف تغييراته. واتكنز وتشيلويل. واتكنز عمل شغل كويس جدا، لكن تشيلويل للاسف طبعا ما جابش غير نقطه واحده. ترتيبه يعني ارتفع برضو الى 600,000 على العالم. اعتقد لو كانت بس كابتنه لساكا او حتى هاري كين كان فرق جدا مع عمر في الجوله دي، لكن يعني انا شايفه برضو بيقرب من القمه، وان شاء الله دايما كده متالق يعني. نيجي بقى لمحمد راشد وفريقه راشد الاردايس اللي جاب 64 نقطه بماينس 4 برضو. يعني زي ما انتم شايفين كابتنه ساكا بقى هي المره دي اللي عملت الشغل. وعنده الدبل اب من دفاع فريق نادي نيوكاسل، لكن ما عملش شغله. وعنده برضو تشيلول وعنده كيبا، الاثنين برضو ما عملوش يعني الدفاع في معظم الحوال المره دي ما كانش حلو بصراحه لكل الناس تقريبا. تغييراته كان ايه؟ كان جاب تشيلول مكان كولمان، وجاب كيبا مكان ادرسون. تغييرين طبعا زي ما انتم شايفين كده ما عملوش شغل قوي، لان فريق تشيلسي طبعا زي ما انتم شفتوا كده ما جابش كلين شيت، وما عرفش ان هو يخلص، وتعادل مع ايفرتون 2-2 في ستانفورد بريدج. وترتيبه المهم ارتفع بقى ل 513,000 على العالم. اعتقد برضو ان يعني محمد راشد من الناس برضو اللي ان شاء الله ممكن نبقى نتابعها على طول بشكل مستمر، ويا رب دايما موفق كده يا محمد. نيجي بقى لواحد من الناس اللي انا بحب جدا اتفرج عليهم برضو، وهو مدمن فانتزي، والمره دي فعلا اتحط معانا كده على الغلاف بتاع الفيديو، لانه بصراحه الفتره اللي فاتت متالق جدا، ولانه جاب السكور بتاعي تقريبا. يعني احنا الاثنين تقريبا بقينا قريبين جدا جدا في الترتيب الاوفرول. خلينا طب نشوف ال 60 نقطه. 60 نقطه بدون تغييرات، عنده ان شاء الله تغييرين الجوله الجايه. وزي ما انتم شايفين كده عنده مين؟ عنده مينجز اللي فرق جدا معاه، وعنده ساكا، وعنده طبعا كابتنه هاري كين، وعنده واتكنز. يعني الى حد كبير فرقه متميزه جدا من مدمن فانتزي، اللي ترتيبه زي ما انتم شايفين كده بقى 78,730 على العالم. ما شاء الله يا محمد صلاح طبعا صاحب القناه متالق جدا في الفانتزي، وانا كنت سعيد جدا بترتيبه، فعشان كده والله قلت لازم يكون موجود كده على الغلاف. ويا رب دايما كده نتابعك يا محمد، ودايما تبقى متالق باذن الله. بما ان بقى حلقتنا دسمه جدا ومليانه ناس كتير النهارده، فواحد تاني من الناس اللي انا يعني بتابعه برده على تويتر الحقيقه احمد الكيال، هيبو بانداز. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه فرقته ملهاش حل، فرقته جامده جدا. 57 نقطه بدون ماينسز برده، وعمل تغييرين. ولكن الكابتنه مين يا جماعه؟ الكابتنه تشيلويل، وعنده مجموعه من النجوم. يعني هو لو كان كابتن ساكا، مارتينيلي، حتى مينجز، اي حد يعني كان عمل شغل احسن من كده، لكن هو جاب 57 نقطه. وطبعا المشكله الكبيره كانت في كابتنه تشيلويل. هو كان عمل تغييرين زي ما قلت لكم، كان جاب جيمس مكان مي، وبرده انا بالنسبه لي التغيير ده كان عجيب شويه، لان مي بيلعب وكان ممكن فعلا ما يعملش التغيير ده او يحوشه للجوله الجايه. وتشيلويل يعني دبل اب من دفاع فريق نادي تشيلسي. ناس كتير قوي عملت الموضوع ده. التغيير الثاني طبعا ما كان ستوب، ان يعني ممكن اتقبله شويه، لكن بتاع ميلا ان كان عنده مباراه اصلا، فكان ممكن فعلا ما يعملش التغيير. المهم في كل الاحوال احمد الكيال برده ماشي بالخطى ثابته كده والتصاعد، ومعظم الناس الحقيقه كان عندها تصاعد في الجوله دي. 236,000 على العالم. ويا رب يا احمد دايما تتالق، ويا رب دايما تكون كده مستمتع بالفانتسي. حسيته كده من التويتر بتاعه انه مستمتع جدا بالفانتزي. يا رب دايما يبقى مستمتع بالفانتزي احمد الكيال. نخش بقى على واحد من المتالقين، واحد من المبدعين في السنه دي، وهو شادي هاني، كابتن فانتزي يا جماعه، اللي جايب ايه؟ اللي جايب 76 نقطه ما شاء الله. طبعا هو كان كابتن ساكا في الجوله دي، كابتنه ممتازه جدا. وجايب مين يا جماعه؟ ايساك. شوف التغييرات، بقول له جاب ايساك مكان هالاند. ما شاء الله على التغيير، وما شاء الله على يعني ابداع شادي السنه دي، بصراحه عجبني جدا. ودايما
دايما بقولها لكم يعني 76 نقطه لشادي، 76 نقطه طبعا زي ما بقول لكم كده بيساك وهاري كين. ويعني الدفاع ما عندوش بس ما عملش حاجه، لكن كفايه ان عنده طبعا ماديسون وعنده مارتينيلي وعنده ساكا طبعا والكابتنه بتاعته. ترتيبه يرتفع الى ال 81,000 على العالم. شادي ماشي بخطه جميله جدا السنه دي يا شادي، ويا رب دايما ويا رب دايما متالق كده يا شادي. وانا طبعا يعني اكيد مش هقول لك انا بستمتع ازاي لما بشوف فرقتك وبشوفك ان انت ماشي كويس. يا رب ان شاء الله دايما متالق يا شادي. واحد تاني من الناس اللي برضو على طول بيجي لنا كومنتس عايزين نشوف فرقته، وهو مين؟ هو نور ماجد اف بي ال كينج، واللي جاب 66 نقطه بماينس 4 من المرات القليله اللي بشوف طبعا نور عمل ماينسز. لكن زي ما انتم شايفين كده بكابتنه هاري كين كان عنده ساكا وكان جايب سون وعنده يانسن برضو من اللعيبه اللي يعني مش عند ناس كتير، لكن كان حظه وحش جدا في لوكا دين. لوكا دين طبعا زي ما انتم شايفين جاب 0 لانه ما لعبش، وتاركوفسكي جاب له الاسيست. خلينا نشوف تغييراته. كان جاب واتكنز مكان نيكيتيا وجاب سون مكان صلاح. على فكره دول التغييرين يمكن بتوعي برضو، انا جبت واتكنز وسون. المهم يعني ترتيبه بيرتفع الى ال 37,747 على العالم. ترتيب متميز جدا من نور ماجد اللي يعني كان قرب اكتر وكان وصل يمكن اول 10,000 لكن رجع نزل شويه، لكن الجوله دي رجعته تاني. وان شاء الله دايما نتابعك يا نور، متالق جدا باذن الله كده نتابعك بشكل مستمر يا نور. اليوتيوبر اللي بعديه على طول مين؟ مي مجدي. مي مجدي يا جماعه جابت 84 نقطه، اعلى يوتيوبر جابت يعني في الجوله دي مي مجدي 84 نقطه. عندها وايت وعندها مينجز وعندها كابتنة ساكا وماديسون مارتينيلي وجواو فيليكس وهاري كين. يعني كانت ممكن تكمل بس بياناتشو طبعا اللي يعني نزل كده كبديل وما عملش حاجه. هو كان التغيير بتاعها فعلا كان جامد، ياناتشو مكان هالاند، ويعني تغيير طبعا ما كانش ليه لكن هو تغيير بدون ماينسز فمش مشكله. وزي ما انتم شايفين ترتيبها يا جماعه ارتفع بقى 760,000 على العالم بعد ما كانت طبعا 1,500,000 وكانت 1,800,000. لكن الجوله دي فرقت جدا ل 84 نقطه مع مي مجدي. جوله ممتازه جدا لمي مجدي وان شاء الله نتابعها اكيد بشكل مستمر في الفتره الجايه. اليوتيوبر اللي بعده هو دكتور فار رفيق عطله اللي جاب 69 نقطه. 69 نقطه زي ما انتم شايفين بكابتنة ساكا. كالعاده الدفاع صعب جدا، مفيش اي حاجه خالص، 1 و2 و2 و1 و2 و2 يعني حاجه صعبه جدا. وهافرتز في المقدمه كان هو طبعا عمل تغييرين. خلينا نشوف التغييرين تشيلويل وهافرتز. تشيلويل طبعا تغيير ما عملش مردود، لكن هافرتز بالنسبه له طبعا جاب 8 نقاط، لعب ركله الجزاء وكانت مهمه جدا. ترتيبه ارتفع لل 230,440 الف على العالم. ترتيب ايضا لرفيق ممتاز، وان شاء الله يا رفيق يعني تكمل معاك كده على خير. شايف ما شاء الله رفيق يعني مركز جدا، باذن الله كده يوفق في الجولات اللي جايه. نيجي بقى لصديقي ندى علي ندى اللي جاب 75 نقطه يا جماعه بدون ماينسز. ما شاء الله يعني الناس اللي عندها مينجز وعندها كابتنة ساكا اكيد خلاص بتكون الدنيا ظبطت معاهم. زي ما انتم شايفين كده مينجز وطبعا الثلاث مدافعين اللي ما عملوش حاجه ساكا وماديسون وهاري كين وواتكنز، والتغيير بتاعه كان الوحيد كان جاب واتكنز مكان هالاند. طبعا يعني بالنسبه لي جوله ممتازه جدا يا ندى. ترتيبه ارتفع بقى الكام بقى 170,552 على العالم. برضو ندى من الناس اللي ماشيه بشكل ممتاز. عايزك تكون زعلان، يعني شفتك في كذا حلقه كده كنت بتبقى زعلان شويه، لكن لا ما شاء الله يعني كمل على كده. وان شاء الله يا رب كابتنة ساكا المره دي تكون بساطتك كده، وباذن الله يا رب دايما موفق باذن الله. نيجي بقى الواحد من الناس اللي انا بصراحه دايما بحب اتابعهم وهو دكتور فانتزي. دكتور فانتزي يا جماعه اللي كان يعني يتكلم على كابتنة ساكا، وهو فعلا كابتن ساكا. وانا بحب كمان جدا اللي يقول يا جماعه تعالوا كابتن ساكا وهو كابتنه، يبقى يعني ده بصراحه بيتكلم كلام جامد جدا. يا رب الناس تكون سمعت كلامه زي ما كان كتب كده على تويتر. زي ما انتم شايفين كده جاب 71 نقطه. 71 نقطه طبعا الدفاع زي ما انتم شايفين بس ما عملوش حاجه ما عدا تاركوفسكي. وطبعا كابتنة ساكا فرقت معاه سون وجواو فيليكس وهاري كين. خلينا طب نشوف التغييرين بتوعه. كان جاب سون وكين، الاثنين ما كانوش عنده طبعا مكان صلاح ومكان هالاند. تغييرين كانوا ممتازين جدا. وزي ما انتم شايفين كده ترتيبه بقى 996 الف على العالم. اخيرا كده دخل في اول مليون، وانا عارف طبعا ان هو يعني ان شاء الله هتظبط معاه اكتر باذن الله دكتور فانتزي، لانه زي ما انتم عارفين السنه اللي فاتت كان في ترتيب متالق جدا. فان شاء الله باذن الله السنه دي برده الاوفرول بتاعه يظبط. وانا بحب جدا اسمع تحليلاته ونصايحه، لانه فعلا من الناس اللي فاهمه جدا في الفانتزي وفاهم جدا ازاي يقدر يختار، وبيحلل كل حاجه وما بيختارش كده اي كلام، لا بيختار بناء على احصائيات وعلى ارقام. ويا رب دايما تبقى متالق كده باذن الله. اللي بعديه على طول كده بلوك 5 اف بي ال اللي جايب 64 نقطه يا جماعه بكابتنة ساكا. كابتنة ساكا لكن الدفاع ما عملش حاجه ولا كيبا، لكن واتكنز وهاري كين وكفايه طبعا ومارتينيلي وكفايه طبعا كابتنة هاري كين. خلينا طب
نشوف التغييرين تشيلويل وواتكنز. واتكنز طبعا كان تغيير كويس، لكن تشيلويل ما كانش فارق كتير، خصوصا ان هو كان مكان هنري. يعني كان بالنسبه لي طبعا هنري برضو مدافع فريق برانتفورد ما كانش فارقه كده كده، ما كانش عنده بلانك، لكن في كل الاحوال ترتيبه يا جماعه ارتفع الى كام؟ الى ال 45,000 على العالم. تألق كبير جدا لعبد الله العليان، متألق جدا من الكويت الشقيق، وزي ما انتم شايفين كده 45,870,000 على العالم. ترتيب متميز جدا لعبد الله، ويا رب دايما متألق في الفانتزي يا عبد الله. كل حلقه دايما بيكون عندنا واحد كده من المفاجآت، والمره دي مفاجأة الحلقه يا جماعه هو مارك ساثرنز. مارك هو مفاجأة الحلقه المره دي، لان مارك يا جماعه ده واحد من السكاوتس، واحد من الناس كده اللي بتحط الفرق وبتحط كده اسعار اللعيبه، واحد من الناس المهمه جدا جدا في الفانتزي، واحد من اللي يعني المؤسسين كده بتوع الفانتزي. وزي ما انتم شايفين كده كان عمل وايلد كارد في الجوله دي، جاب 64 نقطه زي ما انتم شايفين كده، بتريبل اب من دفاع فريق تشيلسي، يعني كيبا وجيمس وتشيلويل، وزي ما انتم شايفين ماديسون وكابتن ساكا وهاري كين. وترتيبه السنه دي انا بالنسبه لي يعني ترتيب غريب جدا. هو دايما من الناس اللي بتبقى ايه يعني توقعات كمبيوتر، يعني مفيش تفاهم، لكن هو السنه دي مش في المستوى قوي بتاع كل سنه. المهم هو برده ترتيبه مش وحش قوي، يعني 682,000 على العالم. صدقوني مارك ده من حوالي يعني يمكن 10 15 جوله كده كانت 3 مليون، لكن مارك طبعا بيظبط الدنيا، وكأن اللعيبه كده بتظبط معاه بقى. هو لما يقول لعيب مثلا او يكابتن لعيب بتلاقي الدنيا ظبطت معاه جدا. المهم مارك طبعا زي ما انتم شايفين كده ارتفع جدا في الترتيب، بقى 682,000 على العالم، ودايما هنتابعه ودايما هنشوفه، لانه من الناس كده ايه النابغه كده في الفانتزي، اللي دايما بيبقى مبدع جدا، وترتيبه دايما يعني بيبقى دايما في اول 100 اول 200 اول 600، يعني دايما ترتيبه في الحته دي. هو السنه دي كده مش مقياس صدقوني، واعتقد برضو ان هو على اخر الموسم هيكون الدنيا ظبطت معاه اكتر. اخر بقى فريق في حلقتنا النهارده هو فريق جبت 63 نقطه بماينس 4. زي ما انتم شايفين كده كان عندي 2 من الدفاع تألقوا، بان وايت وتاركوفسكي 5 و4، ومارتينيلي طبعا 7، و5 نقاط من سون، والكابتنه اللي كانت خلاص حابله على ساكا لكن في اخر ثانيه غيرتها كانت هتفرق معايا جدا، وواتكنز طبعا وتوني وهاري كين الكابتن بتاعي في الجوله. التغييرين بتوعي الاثنين كانوا كويسين، واتكنز وسون مكان هالاند ومكان ميتوما. وزي ما انتم شايفين كده ترتيبي ارتفع الى 49,000 على العالم. يا رب دايما كده يعني نشوف الجرين اروز كده، وان شاء الله بفكر جدا ان انا اعمل فريت في الجوله الجايه، لسه متردد كده لكن احتمال كبير فعلا اني اعمل فريت ان شاء الله في الجوله الجايه. كانت جوله جميله، وان شاء الله يا رب دايما نستمتع بالفانتزي. وكالعاده طبعا قولوا لي لو عايزين اي حد ان شاء الله نجيبه في الحلقات الجايه دي. كده كانت حلقتنا النهارده، ويا رب دايما مستمتعين بالفانتزي، والى اللقاء.